في عام 2010 احتفلت جامعة جمهورية الأديغي بعامها السبعين بمعايير القفقاس. هذا ليس بالكثير، ولكن للجامعة وجمهورية الأديغي هو طريق كامل منذ مرحلة الظهور وحتى التبلور الكلاسيكي. كانت البداية في عام 1940 عندما افتتح في مايكوب معهد للمعلمين. عشرات من المجتهدين من أبناء المجتمع الشركسي وفي أشد الظروف صعوبة، وعلى مدى 30 عاما مهدوا الطريق لهذا الحدث. هذه السنوات قلبت صفحات من الدراما لأقدار كثير من الناس، وتطلبت الوقت والحماس غير المشهود مسبقا للنهوض ثقافيا واقتصاديا. أول مجموعة من الطلاب في المعهد كانت مكونة فقط من 60 طالبا في أقسام اللغة الروسية والأدب، و14 معلما ل3 أقسام. التأثير الجيد لمعلمين المعهد الذين أجروا التجارب وقدموا البحوث ولد لدى الطلاب في تلك السنين الرغبة الكبيرة للحصول على المعرفة التي تخدم العلم. العديد من خريجي السنوات الأولى أصبحوا من المعروفين في جمهورية الأديغي كمربيين وعلماء ولغويين وأدباء. في عام 1941 المعهد المليء بالخطط والآمال افتتح قسمي الفيزياء والرياضيات، واندلعت الحرب العالمية الثانية، ومنذ الأيام الأولى للحرب ذهب إلى الجبهة العشرات من المدرسين والطلاب الذين كثر منهم من لم يعد إلى بيته حتى الآن. ورغم كل شيء استمر المعهد في العمل، حتى في بعض الأحيان كان الدوام بدون عطل، وأتقنوا ليس فقط قواعد العلم وإنما أساسيات الشؤون العسكرية أيضا، وما كانوا يكادوا يحصلون على الشهادة حتى يسارعوا إلى مراكز التجنيد. وأدت الأحداث المأساوية في الأيام الأولى من الحرب إلى إجلاء جامعة أوديسا والمعهد التربوي في أوديسا إلى مايكوب. استقبل معهد المعلمين في مايكوب زملائه بحرارة، ووفر لهم ساحات التعليم والمعدات والكتب. أما الأساتذة والمعلمين في واحدة من أقدم الجامعات في روسيا تبادلوا خبراتهم ومعارفهم، وتركت هذه الأيام تعاونا وديا بقي أثره الجيد في تاريخ الجامعة. بحلول صيف 1942 وعندما أصبح المعهد معروفا باسم المعهد التعليمي الشركسي، تم تخريج الفوج الأول من طلاب قسم الآداب. كان ذلك عشية احتلال مايكوب، والذي استمر ل6 أشهر توقف بسببها التعليم. وفي اليوم الأول بعد تحرير مايكوب في شتاء عام 1942 استؤنف العمل. الجامعة بإجلال تذكر الجهود الحربية التي بذلها الجميع، هؤلاء الذين خرجوا من بيوتهم للدفاع عن وطنهم، وتفتخر بمن عادوا وأعطوا العشرات من السنين من عمرهم للعلم والمعرفة، وساهموا بشكل كبير في تطوير وازدهار الجامعة. انتهت الحرب، ومع تعطش هائل من الجامعة لاب للأديغي مع منطقة الكوبان. وقفت الجامعة على قدميها وعمل الفريق بإتقان، وخلال السنوات التي تلت الحرب مباشرة استطاعت الجامعة استعادة قواها، وفي بعض الأقسام وصلت إلى مستوى أفضل مما كان عليه قبل الحرب، وكان ذلك عملا فذا في أصعب الظروف التي تلت الحرب من دمار وانعدام للأمن وتفشي للفقر. في عام 1952 وبقرار حكومي أصبح المعهد يعرف باسم المعهد التربوي الشركسي، وكانت هذه نبضة في طريق الازدهار. علماء في اللغات والشأن القفقاسي قدموا من موسكو ولينينغراد ومدن مختلفة للعمل، وشهدت الضوء أول مجموعة من المقالات والمذكرات للمعهد. واحدة من أهم المهام لمركز العلوم في الأديغي كانت وما زالت الحفاظ على الثقافة الشركسية وتطويرها، دراسة اللغة الشركسية والأدب الشركسي. وفي عام 1954 تم افتتاح قسم اللغة الشركسية. في الستينيات كانت هذه المرحلة مرحلة الشباب التربويين، وسادت روح الازدهار والبحث العلمي والتفاؤل وتطلعات الطلاب للعلم والمعرفة. أفضل خريجي الخمسينيات الذين اتجهوا إلى أفضل الجامعات الحكومية الرائدة في البلاد طلبا للدراسات العليا عادوا إلى مايكوب فترة الستينيات، عندما تم تسهيل الحصول على المعرفة وقراءة الكتب. جلبت هذه الفترة روحا جديدة لحياة الجامعة. في عام 1961
تسلم مخضرم الحرب الحكيم المبدع ألكسندر كارغوفيتش باتشكوف رئاسة المعهد. قاد الجامعة لمدة 24 سنة، وهي ليست فقط سنوات من النمو وتثبيت العادات وظهور الاختصاصات الجديدة، بل هي فترة التغيير الهائل وعهد البناء. فقد بني سكنا للطلاب ومبنى للجامعة مؤلف من 4 طوابق وقاعة للقراءة وصالات رياضية وملاعب، وتم شراء المعدات اللازمة، وتم فتح عيادة طبية وقائية لتصبح الجامعة واحدة من أفضل الأجهزة التربوية في روسيا في تنظيم العمل واستجمام الطلاب. في عام 1980 أصبح في المعهد 7 كليات وأكثر من 4000 طالبا، 80 بدرجة الدكتوراه. أساتذتنا يعملون على مشاريع علمية كبيرة متعلقة بتاريخ القفقاس واللغات والتربية في المدارس الوطنية وطرق إعداد الرياضيين والثقافة الموسيقية للأديجي. والآن في الأديجي بل وحتى في منطقة الكوبان لم يعد هناك هيئة تدريس لا يعمل بها مدرسون من خريجي المعهد الحكومي الشركسي، من بينهم العشرات من المعلمين المتميزين في روسيا والحائزين على جوائز حكومية. في الثمانينيات تتعزز العلاقات الخلاقة وتقوي الجامعة موقفها وتستقبل الجامعة المؤتمرات المهمة. بفضل الرياضة أصبح المعهد وجمهورية الأديجي معروفان. انتصارات الطلاب بفضل المدرب يعقوب كامبيلوتوفيتش كوليف، الأبطال الأولمبيين الفائزين ببطولات عالمية وأوروبية، عدة أجيال من المحترفين الرياضيين، أبطال السامبا والجودو وغيرها من الألعاب الرياضية ساهموا ببناء كلية التربية البدنية، والتي أصبحت لاحقا المعهد الوحيد في روسيا للجودو والثقافة الرياضية. في عام 1985 ترأس الفريق كيم كنزاوفيتش خوتيز، المشرف المحنك العالم الذي حافظ واتبع التقاليد في ظروف إعادة الإعمار. المعهد لم ينجو فقط، بل تابع الازدهار تحت إشراف كيم كنزاوفيتش خوتيز الذي بذل الجهد الكبير للانتقال إلى مستوى جديد، وتم في عهده افتتاح اختصاصات جديدة. أما في عام 1993 تمت الخطوة التاريخية التي تحققت بفضل الخبرة المتراكمة وسنوات من العمل الجماعي من الذين أنشأوا وطوروا هذه المؤسسة الأصيلة. بمرسوم من رئيس حكومة الفيدرالية الروسية أصبح المعهد التربوي الحكومي يعرف باسم جامعة جمهورية الأديجي. هذه الوثيقة وهذا المسمى الجديد وثق من قبل الرئيس الأول لجمهورية الأديجي أصلان جريموف. في الأوقات الصعبة التي مر بها البلاد في عام 1996 قدم إلى الجامعة رئيسا جديدا ترتبت عليه مهمة المضي بالجامعة قدما وتوثيق مكانتها وسمعتها في المنطقة في ظل النظام التعليمي في روسيا. يمكننا وبثقة القول أن هذا الرئيس الدكتور في علم الاجتماع والعامل الفخري في هيئة التعليم العالي في روسيا الفيدرالية راشيد دومالتوفيتش خوناغوف قد تمكن من تحقيق ذلك. دعما لا يقدر بثمن في توثيق وتعميق مركز الجامعة قدمه البروفيسور يوري أندريفيتش جدانوف، رجل فريد من نوعه أحب الجامعة فهم ثقافتنا، وبتقدير عميق اجتهد في تطوير التعليم في هذه الجمهورية الفنية. في تلك السنوات تلقت الجامعة الدعم القوي أيضا من رئيس الجمهورية آنذاك حزرت مجيدوفيتش شومان. أكثر من 17 عاما لهذا التمثال المؤسسي مع الحفاظ على أفضل الأساليب التربوية في التعليم. أصبحت الجامعة مجمعا كبيرا للتخصصات المتعددة في جنوب روسيا، وأصبحت تحتل مكانة مرموقة على جميع المعايير الكلاسيكية في التعليم الجامعي. في البرامج التعليمية الواسعة في جميع هياكل جامعة جمهورية الأديجي يجلس على مقاعد الدراسة أكثر من 14,000 طالبا وطالبة. ثم تم افتتاح قسم التعليم الموازي. تضم الجامعة 11 كلية ومعهدين و7 فروع في الجمهورية وقطاع كراسنودار، ويضم هياكلها أيضا كلية العلوم الإنسانية والتقنية ومركز تحضيري محترف ومركز الخدمات الفضائية ومدرسة أطلق عليها اسم مدرسة الجمهورية الرياضياتية ومركز الكمبيوتر تيربو ومركز التربية الفكرية للطفل ومركز التقنية العلمية باسكال. الجامعة توظف أكثر من 600 معلما، أكثر من 100 منهم من الحاصلين على درجة الدكتوراه، و45 ممن حصلوا على مراتب عليا في روسيا والأديجي، 24 أكاديميا من الحاصلين على شهادات روسية ودولية،
25 حاصلين على شهادات تقدير في الثقافة الرياضية من روسيا والأديغيه. تلقت الجامعة اعترافا على الصعيدين الوطني والدولي، وبرامجها التعليمية معتمدة في المنظمات الأوروبية وغرفة التجارة في روسيا. وحصلت الجامعة على حق استعمال شعار المنظمة الأوروبية للجودة، وتم ضمها إلى السجل الفيدرالي كتاب الشرف الوطني، وحازت على أفضل جائزة في مسابقة أفضل 100 منتج في روسيا. في القرن 21 خطت الجامعة خطوات هائلة السرعة في مجال التحديث. تمت صيانة المبنى التعليمي الرئيسي، وتم بناء طابق آخر له، وأصبح المبنى الجديد للمختبرات العلمية المكون من 8 طوابق وعلى مساحة 8000 متر مربع، الزينة الحقيقية للعاصمة مايكوب. الفخر الكبير لهذه المؤسسة هي المكتبة التعليمية الجديدة التي بنيت على مساحة تبلغ أكثر من 3500 متر مربع، والتي زارها حتى الآن الكثير من الضيوف رفيعي المستوى من روسيا والغرب. وتحتوي المكتبة على قاعات واسعة لحواسيب تعمل ضمن برنامج مكتبي علمي آلي، وتحتوي خزانته الإلكترونية عدة آلاف من الإصدارات بحجم يقارب من 20 جيجا بايت. وقد منح رئيس الفيدرالية الروسية فلاديمير بوتين المكتبة علامة علمية عالية، كان ذلك ضمن دائرة بث تلفزيوني مغلق مع الرؤساء والقائمين على هذا الجهاز التعليمي في نيسان 2010. إن الأساس في استراتيجية التنمية طويلة الأمد للجامعة هو إعطاء الأولوية لتطوير العلم كشرط لضمان جودة التعليم. توفير المعدات الأساسية الحديثة فتح المجال لتحقيق إنجازات في البحوث الأساسية في المعرفة البيولوجية، وتطوير اتجاهات بحثية جديدة في علم الوراثة الجزيئي وقابلية التكيف الحيوي للمناعة ووظائف الأعضاء وتكنولوجيا المعلومات الجغرافية. وقد حدد التطور الديناميكي والنمو النوعي للجامعة في العقود الأخيرة سياسة جديدة في التقنيات العلمية والابتكار. تم إنشاء معهد بحوث للمشاكل المعقدة وحديقة نباتات، وهي مدرجة في السجل الفيدرالي المجموعة النباتية في روسيا والدول المجاورة، وتحظى بمركز متألق وفريد بين المؤسسات الروسية. المؤشر على فاعلية السياسة الجديدة هو 180 مليون روبل تم صرفها في إطار برامج التقنية العلمية كمنح وعقود زراعية. فقط في السنوات الخمس الأخيرة أكثر من 4 أضعاف زيادة في التمويل الإجمالي للعلوم. تنعكس رؤيا نتائج البحوث والدراسات العلمية في 27 مجلة ومنشور في الجامعة. مجلة الجامعة تم وضعها إلى قائمة المجلات المهمة في روسيا. في المجالس المختصة في الجامعات في السنوات العشر الأخيرة تم الدفاع عن أكثر من 1000 أطروحة لدرجات الدكتوراه من 14 كلية. اليوم يولي مدرسي الجامعة الاهتمام الأكبر للبحوث العلمية المتعلقة بتطوير المدن وتاريخ المنطقة والتنوع الثقافي في شمال القفقاز، والبحوث الخاصة ثنائية اللغة والثقافات الشعبية وتعلم اللغة الشركسية والتربية الشعبية في المدارس وأساليب تدريس اللغة الروسية. من أهداف مركز الدراسات الشركسي رؤية شركسية في الجامعة إجراء البحوث الأساسية والتطبيقية في مجال اللغة والثقافة الشركسية. تجرى بحوث في مجال الفيزياء النظرية والمعادلات التفاضلية ونظرية الأنظمة الديناميكية ونظرية التحكم. تراكمت لدى فريق الجامعة معلومات موسعة لتقييم الحالة المناعية الوراثية والفسيولوجية الناتجة عن البحوث التي أجرتها الفئة الشبابية، وتم وضع نموذج تنمية خلقية في ضوء الاختصاصات الرياضية، وتم خلق مفهوم للتحكم ومعالجة أساليب التدريب للرياضيين أصحاب الكفاءات العالية. وأيضا تراكمت العديد من المواد النابعة عن تقييم التنوع الجغرافي للجزء الجبلي من الأديغيه. البحوث العلمية في الجامعة أكثر فأكثر ترتقي إلى المستوى العالمي، وتشارك الجامعة في برامج الشبكة الواسعة تيمبوس بمشاريع تبلغ قيمتها مليون يورو ضمن اتحاد الجامعات في روسيا وأوروبا. في جمهورية الأديغيه تحتل الجامعة مرتبة القائد إلى أهم المنجزات العصرية في مجال تقنية المعلومات الجغرافية، وذلك من خلال نتائج جهودها الذاتية. تم في الجامعة إنشاء مركز البحوث الفضائية. التقنيات الفضائية تفسح المجال اليوم أمام المختصين لخلق معلومات تحليلية للقواعد الاستراتيجية التي تسعى لتطوير الحالة الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. وهذه آفاق تعمق التوافق بين الجامعة ومكاتب الوزراء في الجمهورية ومركز الفضاء الروسي. ومن الجدير بالذكر أن الطلاب في الجامعة يشاركون بنشاط مجالات العلوم، ومنذ 50 سنة يتم عقد المؤتمرات العلمية الطلابية السنوية. إنجازات الطلاب تثير الإعجاب. على مدى ال5 سنوات السابقة أكثر من 100 شهادة تقدير وميدالية بعد مشاركات في مسابقات علمية على مستوى روسيا الفيدرالية.
وقد حاز 1224 طالبا وطالبة على جوائز وميداليات في مشاركات على الصعيدين المحلي والدولي. وتعمل جمعية الطلاب العلمية بنشاط، وفي كل عام هناك نشاطات صيفية منهجية للجامعة. التعاون الدولي في نمو النشط. الجامعة تدخل في الرابطة الدولية للجامعات لدى منظمة اليونسكو. مئات من المعلمين والطلاب في السنوات الخمس الأخيرة توجهوا للخارج لأهداف احترافية، ولدينا أساتذة مختصين من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا. في كلية الجامعة الدولية يجلس على مقاعد التعليم طلاب من رابطة الدول المستقلة، ومن تركيا والأردن وسوريا ونيجيريا والسودان وجمهورية تشاد. وقد زار جامعتنا الكثير من محافظين مدن ورؤساء جامعات وأساتذة من الصين وتركيا وكوريا وألمانيا وإيطاليا. الحياة الطلابية مليئة بالأحداث، اجتماعات وحفلات وطاولات مستديرة، أفراح ومناسبات ومهرجانات ومسابقات رياضية. لجان اتحاد الطلبة تساعد الطلاب في التعبير عن النفس، في الإدارة الذاتية واكتشاف وحل المشاكل الاجتماعية والكشف عن الصفات القيادية لديهم. بمشاركة النشطة من طلاب الجامعة تم وضع مدونة لقواعد السلوك في الجامعة، وتم اعتمادها كمورد مهم في تطوير الثقافة المؤسسية في الجامعة. أفضل الخريجين يتم منحهم لقب الطالب المثالي، ويظهر المركز الثقافي للجامعة مواهب الطلبة، وأيضا فرقة الرقص الشعبي الشركسي نارت، والمسرحيات الطلابية واستديوهات الرقص الحديث. ولا يقف الإبداع الطلابي عند ذلك، بل يتعداه للفوز بمسابقات ومهرجانات إقليمية ودولية. وقد تميز الاحتفال بالسنة 70 من عمر الجامعة بالتألق الطلابي وإشراقته الخاصة. في كل عام تمتلئ قائمة الإنجازات الرياضية أكثر فأكثر. النتائج المميزة لعام 2010 تحققت على يد أبطال فريق الجامعة لكرة السلة للرجال دينامو جامعة جمهورية الأديغيه بحصولهم على بطولة روسيا تشامبيون ليج، وفريق كرة اليد للنساء يحتل مركزا قياديا في الفيدرالية الروسية سوبر ليج. ولاعبي الشطرنج يعدون الأقوى في الجنوب، والمئات منهم يمارسون هذه الرياضة الذهنية في النوادي الرياضية. تلقي وإعطاء العلم عمل شاق، لذلك تتبع الجامعة استراتيجيات محددة لتنظيم العملية التعليمية للحفاظ على صحة الطلاب والمربيين. وتم تجهيز الخدمات العصرية لهم من عيادة حديثة ومصحة و3 منتجعات على سواحل البحر الأسود والمناطق الجبلية الخلابة للأديغيه. وهكذا وعلى مدى 70 عاما بين جدران هذه الجامعة مارس الآلاف من الفتيان والفتيات العلم والرياضة، وتمت تهيئتهم لدخول الحياة الأكبر. كبرياء جامعة جمهورية الأديغيه هو خريجيها. على مدى أكثر من 70 عاما خرج من بين جدرانها الآلاف من المختصين والمهنيين الذين يعملون الآن في مختلف المناطق في داخل روسيا وخارجها. المئات منهم أصبحوا مربيين ممتازين وعلماء وأكاديميين وأساتذة ذو كفاءة عالية. ونفتخر أيضا أن من بين الخريجين رئيس الجمهورية الحالي أصلان كيتيفيتش تحاكوشينوف، الذي بدوره يولي اهتماما كبيرا للتعليم، وتمتن له الجامعة لدعمه لها. وقد نوه رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين بأن الجامعة أثبتت أنها مركز العلم في القفقاس. نحن سعداء لأنه وللمرة الأولى في تاريخ الجامعة عشية الذكرى 70 من عمر الجامعة تلقى المدرسين والطلاب برقية تهنئة من رئيس الفيدرالية الروسية ديمتري أناتوليفيتش ميديفيف، تضمنت الإشادة بالدور الرفيع للجامعة في شمال القفقاس وإسهاماتها الكبيرة في تطوير الاقتصاد والإمكانات الثقافية والعلمية للمنطقة. هذه ليست مجرد كلمات فور أنها تقف جهود كل تلك الأجيال السابقة والاستمرارية في العمل والتقاليد والإنجازات وخبرة كل عالم ومرب وقائد ومدير موهوب، وأيضا نجاحات الطلاب وإنجازاتهم. هذا كله يحدد الموقف الواثق القوي للجامعة في المجتمع العلمي في جنوب روسيا. في المستقبل قمة جديدة، وكلنا ثقة بأنها ستكون إحدى إنجازاتنا، وستربي جامعة جمهورية الأديغيه أجيالا من المثقفين والوطنيين الذين بدورهم سيضاعفون المجد للجامعة للأديغيه وروسيا.